السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن شيء مهم جدا، وهو ازاي اختار شريك حياتي، او ايه هي المعايير اللي بناء عليها بختار شريك الحياة. اول حاجة القبول، يعني اول ما اشوف الشخص قدامي احس ان في قبول لهيئته، لشكله، لملبسه، قبول كامل كده للشخص. يعني اول ما شفته خلاص انا ارتحت له، في قبول ممكن اتعايش معاه. طيب تاني حاجة يكون عنده دين واخلاق. لازم يكون عنده دين واخلاق، واهم حاجه الدين، لانه مجرد ما هو عنده دين هيخاف ربنا فيكي، او تخاف ربنا فيك، او يخاف يأذيك، يضايقك، يجرحك، ما تهونش عليه. الانسان اللي عنده دين بتلاقيه بيخاف ربنا في كل حاجه في تصرفاته. فاحنا زي ما قال الرسول: من ترضون دينه وخلقه. كفتين الميزان، ما ينفعش كفه منهم تكون نازله او مش موجوده. بعد كده ما اختارش بناء على الحب، يعني ما سيبش عواطفي هي اللي تسوقني للاختيار ده. اختار بناء على عقلي، وبعد كده اشوف انا هقدر احب الانسان ده ولا لا. مجرد ما وافق عليه عقلك، حسيت انه مثلا كهيئته مقبولة، اخلاقه مقبولة، شكله مقبول، عيلته مقبولة، عواطفك تلقائيا بتبدأ تشتغل يعني. لكن ما تختارش بناء على الحب. طيب بعد كده الطباع دي لازم تشوفها. يعني مثلا طباعه بخيل، عصبي، ما بيستحملش يسمع اللي قدامه. وما تتخيلش او ما تتخيليش انك تقدري تغيري طباع انسان عايش مثلا بقاله 25 سنة مع اهله، فانت هتيجي في يوم وليلة تغيريها. لا، طباع الانسان ما بتتغيرش للأسف. فالانسان اللي مش هتقدر تتحمل طباعه ابعد عنه، ما تحاولش ترتبط بيه. بعد كده خليك عارف انك بتختار ابو، او بتختاري ابو ولادك، وانت بتختار ام ولادك. فشوف انت بناء على ايه بتختار ام ولادك. ذات خلق، ذات دين، ذات علم، مثقفة، محترمة. لازم كل المعايير دي تبقى موجودة. بعد كده اشوف الشخص ده بهون عليه. يعني في اصل يا بنات في فترة خطوبة، البنات والولاد في فترة خطوبة. فترة الخطوبة دي مهمة جدا، بتعرفنا حاجات مهمة جدا. هي فترة اختبار لكلا الطرفين. يعني ايه؟ يعني كل واحد بنشوف عصبيته شكلها إيه انا بهون عليه ولا لا. يعني لما نزعل، هل بيسيبني نايمة زعلانة؟ هي بتسيبك نايم زعلان؟ بتهون عليه ولا لا؟ بتسمعوا بعض ولا لأ؟ يعني خلال النقاش بيديكي ودانه، بيسمعك، انت بتسمعيه. ده مهم جدا. لازم نبقى عارفين ان فترة الخطوبة دي اهم حاجة، يمكن اهم من الجواز نفسه. لان في خلال فترة الخطوبة دي بتوقف عليها حاجات كتير. خلي بالكم ان معظم العيوب اللي بتشوفوها فترة الخطوبة دي ما بتروحش. يعني لو لاحظتي انه مثلا عصبي وتقولي هصلحه بعد كده، لا ما بيتصلحش. بخيل، لا ما بيتصلحش. العيوب اللي بتشوفوها فترة الخطوبة دي ما بتروحش. ما تحاولش تعمل نفسك المنقذ وتقول انا هبقى اصلحه بعد كده، او انت تعيشي في دور المنقذة وتقولي ان انا هبقى اصلحه بعد كده او اصلحها بعد كده. لا، ما فيش الكلام ده. العيوب اللي بنشوفها فترة الخطوبة بتفضل زي ما هي. طيب، فعشان كده فترة الخطوبة مهمة جدا، ويا ريت يا جماعة فترة الخطوبة زي ما قال الرسول نعمل. قال الرسول ايه؟ أسروا في الخطوبة وأعلنوا في النكاح. يعني مش لازم نعلن في الخطوبة، خليها على الضيق كده أو بين العيلتين لحد ما نشوف الطرفين دول مناسبين لبعض ولا لأ. لأن في ناس عقولها يعني بسيطة على قدهم، يقول لك لا ده خطب قبل كده أو خطبت قبل كده، ما ينفعش. فلا طبعا، هي الخطوبة مهمة جدا، مهمة جدا عشان كل طرف يعرف ايه مميزات وعيوب التاني، ايه طباعه، ايه الطباع اللي انا هقدر استحملها والطباع اللي ما اقدرش استحملها. إيه، وزي ما قلنا اشوفه بيسمعني ولا لا. بيسمع شكوتي، بيواسيني، بيطبطب عليا. إيه